10 حسابات على تيك توك تديرها نساء خارقات الجمال. تيك توك أصبحت منصة شهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وشهدت ظهور نساء لا يصدقون في جمالهن وجاذبيتهن الفائقة. هؤلاء النساء الجميلات جدا يتمتعن بمظهر رهيب وخارق للطبيعة، يجذب الأنظار ويثير الإعجاب. ستدهشك هذه النساء بجمالهن اللافت وتأثيرهن الكبير على كل من شاهدهم. سنأخذك في جولة لاكتشاف 10 حسابات لأجمل النساء التي ظهرن أمام الكاميرا على منصات تيك توك. ستنبهر بجمالهن الفائق وكيف يتألقن في مقاطع الفيديو القصيرة. استعد للإعجاب والتعليق على هذا العرض الجميل، واكتشف معنا سحر الجمال الذي يترك الجميع مندهشين. ودي الحلقة الأولى من هذه السلسلة. إذا أردتم أن يتم نشر المزيد من هذه السلسلة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بهذا الفيديو. أكثر من 10 مليون إعجاب على فيديوهات سارة العريضة. سارة واحدة من أجمل النساء على الكوكب، يسميها جمهورها ملكة العريضات في دلالة على مؤخراتها المثيرة، وأكثر من 1,200,000 شخص يتابعون هذه الجميلة. اسمها الحقيقي ابتسام، وهي تحب أن ينادوها باسم سارة. لا تنشر سارة أي معلومات عنها على حساباتها الشخصية، وتعتبر فيديوهاتها من أكثر الفيديوهات التي تحصد عدد كبير من الإعجابات. وهي شخصية اجتماعية ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تيك توك وإنستغرام. تشتهر بحصولها على قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل محتواها المتنوع، والذي غالبا ما يتضمن مقاطع فيديو لحياتها اليومية أو عرض جسمها المثير، وبعض الفيديوهات عن الفاشن والموضة. ليس هناك شيء سوى جمال وأناقة وإغراء داخل حساب سارة. يا ترى جمالها كم من 10؟ أخبرونا في التعليقات. روان عبد النبي المعروفة باسم جيلي مصر نشطة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك، حيث لديها أكثر من 2 مليون متابع وما يقرب من 9 مليون إعجاب. تدرس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة. روان تتمتع بشكل أنيق وشخصية جذابة جعلتها تحصد الشهرة بكل سهولة. يمكنك مشاهدة فيديوهاتها القصيرة على تيك توك وإعطائنا فكرة حول رأيك في جيلي المثيرة للجدل. نورهان كوارع أو نورهان حفظي هي نجمة مصرية على منصة تيك توك، حيث حققت شهرة كبيرة من خلال فيديوهاتها التي تستعرض أنوثتها وشخصياتها. تثير فيديوهاتها اهتمام المتابعين وتتناول مواضيع متنوعة. نورهان تمتلك جسم مثير وشكل جميل، حتى أن المتابعين أطلقوا عليها نورهان كوارع في دلالة على أن أنوثتها تحتاج إلى رجل يعمل في محل كوارع. حققت نورهان كل هذه الشهرة في وقت قصير، وذلك بسبب أنوثتها الفائقة وجسمها المثير، فهي لا تقدم أي محتوى هادف أو إبداعي، كل ما تقوم بنشره فيديوهات تبرز جمالها وجسمها المثير. حققت نورهان أكثر من 800,000 متابع على تيك توك وأكثر من 1,000,000 متابع على إنستغرام. اترك تعليق حول رأيك في نورهان كوارع، وممكن تكون الفائز بجائزة الحلقة. ريم فتاة سعودية مشهورة على تيك توك بجمالها. تتميز ريم بتقديم فيديوهات أغلبها عن الفاشن والملابس، وبعض الفيديوهات التي ترقص فيها على الأغاني المشهورة. ريم لا تمتلك جسم مثير ومؤخرة مرتفعة، ولا تنشر صور أو فيديوهات تحتوي على إغراء، ومع ذلك يعتقد جمهورها أنها تملك وجه جميل وروح مرحة. وقدرت ريم توصل ل 2 مليون متابع حتى إنشاء هذا الفيديو. حساب لميس كان حساب فنانة سورية معروفة ومشهورة للغاية، لديها حضور قوي على منصات التواصل مثل انستغرام وتيك توك. لديها أكثر من 1 مليون متابع على انستغرام و4 ملايين متابع على تيك توك. يرجع السبب الرئيسي لشهرتها جمالها المتميز، ففي بداية مسيرتها نشرت لميس صور وفيديوهات تبرز جمالها الفائق، وبالفعل حصلت على ملايين المعجبين بجمالها ودلعها. وبعد كده بدأت لميس في إنشاء أغاني وفيديو كليب، إلى أن وصلت إلى التمثيل في بعض الأفلام. تقدر تقول لنا رأيك في لميس وتقييمك لجمالها وأغانيها في التعليقات، وهنختار 5 تعليقات للفوز بجائزة الحلقة. ندى ندوشة واحدة من مشاهير التيك توك.
حصلت على ملايين الزيارات بسبب جمالها الفريد، التي تحاول ندوشة دائما إظهاره للمشاهدين سواء في الفيديوهات القصيرة أو البثوث المباشرة. ندوشة أو النشمية كما تسمي نفسها على حسابها لا تمتلك أي أفكار وليست قادرة على إنتاج محتوى دسم، ومع ذلك لها الكثير من الفيديوهات التي تبرز مفاتنها فقط. ياريت تقولي رأيك في جمالها بصراحة، هل فعلا جمالها فريد أم أنها التوأم للسيدة فتكات؟ هبة عبد الرحمن. هبة عبد الرحمن موديل سعودية ناشطة على تيك توك، وهي شخصية معروفة على منصة تيك توك، حيث تحظى بعدد كبير من المنشورات والمحتوى المتعلق بحياتها وتجاربها. تقوم هبة بعمل بثوث مباشرة على مواقع مختلفة من بينها تيك توك، وهناك بعض الجدل حول تسريب مقطع لها في سناب شات وهي شبه عارية، مما تسبب لها في فضيحة، وذلك بسبب ما تضمنه الفيديو من مشاهد صادمة. ومع ذلك فإن هبة عبد الرحمن هي ناشطة سعودية معروفة ومحبوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك أحد حساباتها الأكثر شهرة وأهمية أكثر من 800 ألف متابع من جميع أنحاء العالم العربي. إذا كانت لديك معلومات أكثر عن هبة عبد الرحمن لا تنسى أن تذكرها لنا في التعليقات. حساب رشيل حمود على تيك توك حاز على إعجاب الملايين، وحقق انتشار واسع لبعض الفيديوهات التي تظهر فيها فتاة لبنانية تمتلك جمال فائق، وبالرغم أنها لم تستخدم كاميرا عالية الدقة أو أي معدات تصوير، ورغم أنها لم تبذل أي مجهود في إنشاء محتوى جذاب، أتتها الشهرة على طبق من ذهب فقط بسبب جمالها الفائق. رشيل قالت إنها لم تريد هذه الشهرة ولم تحلم بها يوما ما، هي فقط كانت تشارك هذه الفيديوهات مع أصدقائها وأقاربها، وقالت أنها لم تتوقع أبدا هذه الشهرة التي حصلت عليها. هل تعتقد أن رشيل تستحق ما وصلت إليه من شهرة؟ هل هي فعلا تحصل على جمال مثالي؟ شاركنا برأيك في التعليقات وممكن تكون الفائز بجائزة الحلقة. دونا محمد شخصية اشتهرت بجمالها على التيك توك، والآن أصبحت موديل مشهورة وبتصور برامج وبتعمل إعلانات. دونا تم تلقيبها من جمهورها بملكة الفاشون، رغم أن جمال الوجه واخد تقييم قليل، لكن على ما يبدو أنها تمتلك إمكانيات جبارة وجسم مثير، وتقريبا نص جمهورها بيتابعوها عشان المؤخرة الكبيرة والمثيرة. صديقي المشاهد، عبر عن رأيك في دونا بصراحة، وقول لي إيه أكتر حاجة ممكن تكون وصلتها للشهرة. نجوى الخطابي مزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تقدر تقول عليها صاروخ جمال أو قنبلة أنوثة. هي فتاة مغربية اشتهرت في وقت قصير جدا على تيك توك. لم تذكر نجوى أي معلومات شخصية عن حياتها، هي فقط متمرسة في نشر الفيديوهات القصيرة وبعض الصور المثيرة. حصدت حوالي نص مليون متابع في أشهر قليلة، وأكثر من 4 ملايين إعجاب على فيديوهاتها، وهي واحدة من النساء التي اشتهرت على السوشيال ميديا بسبب جمالها الخارق وجسمها المثير. يرى بعض متابعيها أنها مثال للجمال العربي وتستحق الظهور للنور. وأنت صديقي المشاهد، ما رأيك؟ أخبرنا بذلك في التعليقات. في الخاتمة أحب أشكر كل المتابعين الجدد على ثقتهم فينا، ولا تنسونا في التفاعل حتى نستمر معكم بإذن الله.